السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ عدنان. اليوم حلقة جديدة ان شاء الله غادي ندير لكم فيها واحد الكيكة اقتصادية وسهلة في التحضير وكتجي لذيذة بزاف بواحد الصلصة اللي رهيبة واقتصادية، صراحة كتجي غزالة. هنا كنوريكم بريوش اللي حضرت معكم في الحلقة السابقة، كيجي غزال بزاف، كيجي قطني. اللي مازال ما شافش الفيديو وبغى يشوفوه غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. ندوزو نشوفوا المكونات. بسم الله. غادي نحتاجو كاس ديال الدقيق اللي يكون خاص بالحلويات، غادي نحتاجو نص كاس ديال السكر حبيبات، غادي نحتاجو كاس الربع ديال الحليب، ونص كاس ديال الزيت، غنحتاجو بيضه واحده، وكيس واحد من خميره الحلويات اللي كيعادل 8 غرام او 7 غرام فماشي مشكل، وغادي نحتاجو 2 معالق كبار من الكاكاو اللي تكون نوعيته جيده. فبالنسبه للمكونات كاملين ضروري يكونوا بدرجه حراره الغرفه. في واحد الاناء غادي نضيفو البيض. فبالنسبه للبيض الا كان الحجم ديالو صغير بزاف فغادي نستعملوا 2 ديال البيضات. صافي هنايا غادي نضيفو السكر وغادي نبداو كنطربو بالطراب الكهربائي. فالا ما كانش متوفر عندكم الطراب الكهربائي غادي تستعملوا غير الطراب اليدوي. غادي نبقى كنطرب داك البيض مع السكر مزيان حتى غادي تغير ليا اللون ديالو، ومن بعد غادي نضيف داك نص كاس ديال الزيت كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، وغادي نضيف الحليب مباشره وانايا كنطرب. صافي هنا من بعد ما غادي ينسجموا ليا المكونات غادي نوقف الطراب. غادي نضيف داك كاس ديال الدقيق اللي يكون مغربل، ضروري انا راه غربلته من قبل. غادي نضيفو الخميره وغادي نضيفو الكاكاو. فبالنسبه للكاكاو كنغربلو حتى الدقيقه الاخرى، يعني حتى كنبغيو نضيفوه مع المكونات هكا باش ما كيبقاوش لنا دوك الحبيبات باينين في الخليط. صافي هنايا غادي ندخل دوك النواشف مزيان في الخليط، غادي نبقى كنطرب حتى غادي نحصل على هذا القوام هذا اللي كيكون خفيف شويه. هنا غادي نجيب المول اللي غادي ندير فيه الكيك من بعد ما دهنته بالزبده مزيان هكا باش ما تلصقش ليا في المول. القياس اللي فيه 30 سنتيم. صافي غادي نفرغ فيه الخليط وغادي ندخلو الفرن اللي يكون مسخن على 170 درجه، كنشعلو عليه من الفوق ومن الاسفل، فما كياخذش وقت طويل في الطياب، تقريبا 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه فراه كيكون طاب. هنا غادي نوريكم المكونات اللي غادي نحتاجو في الصلصه اللي غادي نديرو في الكيك. غادي نحتاجو نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الحليب وجوج معالق كبار ديال الكاكاو اللي ضروري تكون النوعيه ديالو جيده هكا باش كيجي المذاق زوين ديال الصلصه. انا غادي نوجد الصلصه بالميكسور، تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي. غادي نضيفوا الحليب وغادي نضيفوا عليه الكاكاو، غادي نضيفوا السكر. غادي نطحنوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كنتاكدوا ان السكر داب وما بقاش لنا نهائيا. غادي نبدا كنضيف الزيت والميكسور خدام، يعني ما كنتوقفوش بحال الطريقه ديال المايونيز، يعني كنبقاو نضيفوا الزيت تدريجيا حتى كتبدا تعقد لنا ديك الصلصه. ما كنوقفوش الميكسور، كنبقاو كنطحنوا حتى كتعقد لنا الصلصه بهذا الشكل هذا. حتى في الخلاط الكهربائي غادي نخدموا بنفس الطريقه، كتبقاو مخدمين الخلاط الكهربائي حتى كتلاحظوا ان الصلصه عقدت وصبحات بهذا القوام هذا، عاد كتوقفوا الخلاط. فماشي اول مره كنحضر معكم هاد الصلصه، حضرتها معكم العديد ديال المرات لانها المعتمده عندي، كتجي غزاله بزاف وسهله في التحضير. هنا من بعد ما طاب ليا الكيك غادي ناخذ نص كاس ديال الحليب وغادي نحاولوا اننا نسقيو به هذا الكيك هذا، وغادي نخليو هذا الكيك حتى غادي يبرد تماما. وهنا من بعد ما برد ليا الكيك غادي نضيف عليه ديك الصلصه من الفوق. ضروري كتاكدوا ان الكيك برد تماما، لان الا ضفتوا الصلصه فوق الكيك وهو سخون غادي يشربها لكم كامله. صافي من بعد هنايا ما ضفت الصلصه كامله غادي نبدا كنسرحها او كنوزعها على الوجه ديال الكيك كامله بواحد الملعقه. صافي هنايا مباشره غادي نبدا كنقطعها. فالتقطيع غتقطعوا على حسب الاختيار ديالكم، تقدروا تقطعوها بحال اللي قطعتها انا بحال هكا على شكل معين صغير، اولا تقدروا تقطعوه كبير كيف ما غتشوفوا معايا دابا. مهم قطعوها كيف ما بغيتو نتوما. هاد الكيك راه معتمد عندي لانه سهل في التحضير، ما فيش المكونات كتار وكيجي لذيذ بزاف. كيف شفتوا معايا الشكل ديال الصلصه كيجي غزال بزاف، وانا اكيده الا جربتوها غادي تعجبكم لانها كتجي لذيذه. صافي هنايا زينت بهاد الرقائق ديال الشوكولاته، وانتم زينوا باش ما بغيتوا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، فما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده في مطبخ عدنان.